السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ في ظل هذه الأحداث اللي داخلة في شهرها الخامس وما زال العالم يشاهد ما يحدث في غزة من إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري لإخواننا في غزة. وفي ظل هذه الأحداث ما زال هناك بعض من شباب وفتيات المسلمين بعيدين عن ربهم، وما زالوا يريدون من يذكرهم أننا على أعتاب شهر مبارك ألا وهو شهر رمضان. بل نريد أن نذكر أنفسنا جميعا أن هناك من سبقونا في الصيام ليس بيوم ولا يومين، بل بشهر أو أشهر كثيرة بسبب ما يحدث لهم. إنهم إخواننا في غزة. أنا مش جاي أتكلم معاك عن الأحداث اللي بتحصل حاليا، لأن أنت لو نسيت أنا ما نسيتش، والله سبحانه وتعالى لم ينسى. إن الله أعلم بهم وبأحوالهم وأرحم بهم مني ومنك. أنا مش جاي أقول لك أنت نسيت ليه، أنت بطلت مقاطعة ليه، ده حاجة ما بينك وبين نفسك وبين ربنا سبحانه وتعالى. أنا جاي أحدثك فقط عن كيف تستعد لاستقبال شهر رمضان. أنا جاي أقول لك إزاي تكون من الفائزين في رمضان. أنا مش جاي أكلمك أنت بس، أنا جاي أكلم نفسي أنا كمان، جاي أذكر نفسي أنا كمان. سؤال كل عام: كيف نستعد لرمضان؟ الشيطان بيبدأ يجهز لرمضان بأشياء قبلها بعام أو عامان. بيبدأ يجهز مسلسلات وأفلام وفوازير وبرامج كوميدية إلى آخره. بيبدأ الشيطان يجهزها، يخلي البشر يبدأوا يجهزوا لهذه الأعمال من قبل رمضان بعام لكي تعرض في رمضان. طيب إزاي أنا بقى هنبدأ نواجه الفتن والمسلسلات والأفلام وكل اللي هيحصل الفترة اللي جاية ديت؟ هنعرف نواجهه إزاي؟ هنعرف نبعد عنه إزاي؟ أول حاجة استحضار النية. أن تستحضر النية لصيام شهر رمضان، أن تستحضر قلبك، وأن تعلم أن قلبك بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن قلبك بيد الله سبحانه وتعالى بين إصبعيه يقلبه كيف يشاء. وأن تعلم أن الموفق هو من وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام هذا الشهر. يجب أن تعلم كل هذه المعاني، وأن المخذول هو من وفقه الله لنفسه وتركه لنفسه ولم يكن الله معه، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما صدقنا وما اهتدينا ولا صلينا وما صمنا. المؤمن في كل صلاة يدعو ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعنا على قضاء هذا الشهر، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر. يبقى ستيب 1 في هذه الاستعدادات البسيطة التي سوف نذكرها هي الابتعاد بعدا تاما عن مواقع التواصل الاجتماعي. أن تبتعد عن جميع الملهيات، أن تبتعد عن التلفاز، لأنه سوف يهلكك، سوف يريدك المهلكة، سوف يجعلك تخسر رمضان. ابعد. رمضان الشيطان بيبدأ يجهز لرمضان من سنة، أنا جاي أقول لك ابدأ جهز من دلوقتي، هو خلاص لم يتبقى إلا القليل. ابدأ جهز من دلوقتي واستعد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك في الأيام القليلة القادمة. لعل اللي أنت في الأيام القليلة القادمة ربنا سبحانه وتعالى يؤلف قلبك لرمضان. 2. الصحبة. الصحبة هي اللي هتساعدك في رمضان، الصحبة هي اللي هتاخد بإيدك في رمضان، الصحبة هي اللي هتاخد بإيدك لصلاة التراويح، الصحبة هي اللي هيبقى في ما بينك وما بينها تحدي: مين فيكم اللي هيقرأ أكتر ورد قرآن؟ ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. هتبدأ تتنافس أنت وصاحبك: أنا قرأت النهاردة 5 أجزاء، أنا قرأت 6 أجزاء، أنا قرأت 7 أجزاء، أنا قرأت كذا، أنا قرأت في التفسير الفلاني، أنا قرأت كتاب كذا، أنا سمعت درس للشيخ الفلاني، طب أنا هخش أسمعه، والله في الشيخ الفلاني بيصلي صلاة التراويح بيطول شوية وصلاة هادية، تعال نروحه. هتروح معاه، الصحبة هتعينك. وكذلك الصحبة مهلكة. أنا اتكلمت في فيديو قبل كده عن الصحبة، هتلاقيني سايبهولك هنا أو هنا إن شاء الله. صاحبك هو ساحبك إما للخير وإما للشر، صاحبك هو اللي هينجيك، صاحبك هو هيكون
سبب فوزك إن شاء الله في رمضان، وإما والعياذ بالله سبب هلاكك وخسرانك لرمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن ستيب رقم 3، بل يجب أن تكون ستيب رقم 1. القرآن. أنت مريض وأنا مريض، والدواء هو القرآن، دواؤنا هو القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين. القرآن هو شفاء لما في الصدور، شفاء ورحمة لينا. القرآن به اهتدينا، القرآن هنهتدي بيه. إيه اللي أنا أعمله في رمضان؟ يجب أن يكون ليك ورد ثابت في رمضان، لا يقل عن جزئين أو 3، تختم ختمتين 3 وهكذا وأكثر. هنتكلم إن شاء الله عن الفيديو دوت في فيديو قادم إن شاء الله عن الموضوع ده. يجب أن تستعد لرمضان من دلوقتي بالقرآن. فاضل أسبوع بالظبط على رمضان، هنعمل إيه فيهم؟ في الأسبوع دوت إن شاء الله تبدأ تقرأ كل يوم 3 أو 4 أجزاء على حسب مقدرتك. تبدأ تقرأ وتتدبر فيهم شوية، تأخذ المعاني. في كتابين كويسين جدا أنصحك بيهم قبل رمضان بالنسبة للقرآن. كتاب اسمه الطريق للقرآن، وكتاب اسمه رقائق القرآن. كتابين رائعين جدا، ابدأ فيهم وإن شاء الله تنهيهم. هم كتابين صغيرين يعني 140 صفحة الكتاب، كتابين جميلين جدا للدكتور إبراهيم الصقران. ابدأ فيهم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. أهم حاجة القرآن، اجعل القرآن هو ستيب 1 في حياتك، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك. ما زحم القرآن شيئا إلا باركه. يجب أن تعد العدة من صحبة زي ما قلنا، من ابتعاد زي ما قلنا، من مرافقة القرآن. يجب أن تعد العدة بالتوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار هو أعظم ما يهيئ العبد به نفسه قبل رمضان. أفضل شيء هتبدأ تجهز بيه نفسك لرمضان. اجعل ليك ورد ثابت يوميا من الاستغفار. طول ما أنت في المواصلات استغفر، قاعد ما بين المحاضرات استغفر، قاعد ما بين دروس استغفر، قاعد منتظر دورك استغفر. استغفر كتير، توب كتير في هذه الأيام، لأن ذنوبنا هي سبب البلاء اللي احنا فيه، سبب كل حاجة. والله العظيم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. 5. أن تستعد بالعلم، أن تتعلم فقه الصيام. في الأسبوع دوت تقدر تتعلم فقه الصيام. تشوف دورة كاملة متكاملة لكتاب فقه بيتم شرحه في باب فقه الصيام، دور فيه، دور هتلاقي مليون واحد بيشرح، ولكن اختار حد يكون ثقة شرح لك فقه الصيام بطريقة ميسرة في هذه الفترة. لأن أي غلط أنت هتقع فيه هتبقى مطالب به، سوف تحاسب عليه. يجب أن تتعلم في دينك، يجب أن تتعلم فقه الصيام، يجب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمور حياتك، في العبادة، في المصائب، في كل شيء. توكل على الله سبحانه وتعالى، وكل أمرك لله، فاعبده وتوكل عليه. استحضر التوكل على ربنا سبحانه وتعالى في الصيام، استحضر التوكل على ربنا سبحانه وتعالى في الخشوع، استحضر التوكل على ربنا سبحانه وتعالى في تدبر القرآن، استحضر التوكل على ربنا سبحانه وتعالى في صلاة القيام والتراويح والتهجد. الدعاء هو مفتاح عظيم إلى الله سبحانه وتعالى في شهر كريم، في شهر فتحت فيه أبواب الجنان، في شهر فيه عتقاء من النار، في شهر أنت فيه صائم، في شهر لا ترد فيه دعوة الصائم. نعم إنه شهر رمضان. الدعاء سلاح يجب أن نستغله في الفترة دي. الدعاء لأنفسنا ولأهلنا في غزة. قبل أن ندعو لأنفسنا ندعو لهم، فلأنهم ذو خير علينا. نعم هم ذو خير علينا، أصحاب فضل علينا، إنهم أهلنا، إنهم الذين لا يدافعون فقط عن بلدهم، بل يدافعون عنا وعن شرفنا أيضا. يجب أن تستغل الدعاء في كل شيء في حياتك. خلي الدعاء هو كل ما حالت به الدنيا عليك، استغل في الدعاء، استغل كل حاجة في حياتك للدعاء. رمضان موسم لدعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. الخير كتير في رمضان، الدعوة هتبقى كتير رمضان. لو شفت واحد على معصية في رمضان إني اتكلم معاه نصيحة. لو شفت واحد بيشتم في رمضان أو هكذا أو غير رمضان، برضو تنصحه، وجهه، ادعوه إلى الخير. ولأن يهدي الله بالمرء رجلا واحدا خيرا من الدنيا وما فيها. لو شفت حد بيعمل أي ذنب، ولو شفتني أنا ذات نفسي بعمل أي ذنب، فكرني وقول لي.
ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان ويبلغ أهلنا في غزة رمضان. اللهم بلغهم رمضان منتصرين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم الصبر والسلوان. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم كن معهم. أقدر أقول لك ديت كانت نصايح سريعة حبيت أجي أقدمها لك ما بين إيديك، تكون ما بين إيديك قبل رمضان إن شاء الله. إن شاء الله في سلسلة اسمها بوضوح هتنزل في رمضان، هتكون موجودة في رمضان بإذن الله. سلسلة هدفها إن شاء الله أنا واللي شغالين عليها اللي إحنا الإنسان المسلم أو الفتاة المسلمة أو الشاب المسلم اللي هيخش رمضان غير اللي طالع من رمضان. دخلت رمضان بقلب إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا تخرج بقلب آخر، قلب سليم، قلب صافي، قلب متعلق بالله سبحانه وتعالى. وبس كده يا صديقي، يلا السلام عليكم.